النهارده كانت في مباراة مؤجلة في الدوري العام المصري بين الجونة وبين النادي الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. في الدوري الأسباني كانت في مباراة النهارده ريال مدريد وفالنسيا، وانتهت بفوز ريال مدريد ب5 أهداف مقابل هدف. كان بعد كده مباراة الوحدة والنصر، وانتهت بفوز النصر خارج أرضه 3-1. ده في الدوري السعودي. فريق بورموث الدوري الإنجليزي، فريق بورموث يفوز 2-0 على فريق نيوكاسل يونايتد على أرضه. مباراة كرة يد الأهلي ونادي الكويت، وانتهت بنتيجة 35-25. مباراة تانية في الدوري الإنجليزي أرسنال وبرينلي، وقدر نادي أرسنال أن يفوز ب3 أهداف مقابل هدف. الأرسنال السنة دي فايق، فريق كويس جدا، لعيبة كويسة جدا، بيقدروا يكسبوا في على أرضهم أو برا أرضهم، وخصوصا المباريات اللي على أرضهم بيعرفوا يستغلوها كويس أوي وبيكسبوا فيها. كان في ماتش تاني مانشستر يونايتد وفريق لوتن تاون، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 1-0. في الدوري الفرنسي ستاد ريمس وباريس سان جيرمان، قدر فريق باريس سان جيرمان أن يفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء. في الدوري الإيطالي يوفنتوس وكالياري، قدر فريق يوفنتوس أن يفوز بهدفين مقابل هدف. ليتشي وميلان، قدر فريق أو انتهت بنتيجة إيجابية 2-2 بين الفرقتين. بايرن ميونخ وهوفنهايم، قدر فريق بايرن ميونخ أن يفوز ب4 أهداف مقابل هدفين. أجيب لكم ماتشات بكرة بقى. مباراة غدا تشيلسي ومانشستر سيتي، ماتش هيبقى صعب جدا على الفرقتين. الفرقتين عندهم لعيبة كويسة جدا، ولكن أنا أرشح مانشستر سيتي بالفوز بالمباراة، إنها عندها لعيبة يعني كويسة أوي في كل خطوط الملعب، إن كان خط دفاع أو خط نص الملعب أو الهجوم أو حراسة المرمى. فريق جيد جدا. ده مش معناه ان المباراة تبقى سهلة. فريق تشيلسي برضه هيحاول انه يفوز بالمباراة، خصوصا المباراة على ارضه. طيب، تاني مباراة ليفربول وبرانتفورد، ارشح ليفربول طبعا بالفوز باللقاء، خصوصا على ارضه قصاد جمهوره. برشلونة وديبورتيفو ألفيش، ارشح برشلونة. ميموريدي سان داونز والوداد الرياضي، دي متهيألي مباراة نهائي الدوري الأفريقي، أرشح الوداد الرياضي. مباراة تبقى صعبة على ميموريدي سان داونز. طيب، انتر وفرزناني كالاتشو، أرشح الانتر. نابولي وامبولي، أرشح نابولي. اتلتيكو مدريد وفياريال، ارشح اتلتيكو مدريد. من الفرق اللي بتلعب حلو على ارضها وبتعرف تكسب على ارضها. لاتسيو وروما، ارشح لاتسيو. فيردر بريمن وانترخت فرانكفورت، ارشح فيردر بريمن. طيب، انا كده خلصت. عرفنا نتائج مباراة امس، وعرفنا كمان مباراة غدا ان شاء الله.